السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا. أهلا بكم في فيديو جديد وروتين جديد، وإن شاء الله بأمر الله روتين النهارده يعجبكم جدا جدا. روتين بقى التعديل والتغيير. بصوا روتين التغييرات كده والتعديلات وحاجات حلوة كتير. إن شاء الله فيديو النهارده هيعجبكم جدًا، جدًا. طبعًا أنتم شايفين إن الفيديو ده أصلًا كان برعاية رمضان وكان لسه في فرش رمضان. فالروتين ده يا بنات كان التجديد بقى وفرش فرش العيد. خلاص، بس أنا بصراحة اتأخرت فيه وما نزّلتهوش يعني على طول. بس حبيت كده إن أنا أصوّر معاكم بصراحة وأنا كده باعمل شوية تغييرات كده وتجديدات في المطبخ. حاجات بسيطة أوي بس فرقت جدًا، جدًا بصراحة في الشكل، وفرقت جدًا، جدًا في نفسيتي أنا كمان بصراحة. بُصّي يا بنات، يعني تقدري أنتِ تجددي، تغيّري بأبسط الإمكانيات، بأبسط التكاليف. هتحسّي بالفرق وتحسّي بالتغيير وتحسّي بالتجديد وتبقي مبسوطة وفرحانة كمان. يعني أنا كل اللي عملته إن أنا كنت جايبة رول بس اللي هو الsticker ده اللي هو بتاع الرخام. الرول ده يا بنات كان 5 متر كان عامل 80 جنيه. خلاص، يعني بالنسبة لحبيبة قلبي اللي سألتني، أنا قُلت لها هو كان حوالي 8 متر ب80 جنيه. لأ والله هو ما كانش 8 متر، أنا افتكرت إن هو كان 5 متر. خلاص، لإن في التعليق جالي قال لي الرخام الsticker ده بيتجاب منين وسعره قد إيه، وعرضه قد إيه. عرضه حوالي 60، يعني مش عارفة حوالي 50 أو 60 سنتي حاجة زي كده. خلاص، وهو كان 5 متر وكان عامل 80 جنيه. بُص بيفرق جدًا، جدًا في الشكل بصراحة، وبيغيّر الشكل زي ما أنتم شايفين كده، مخلّي الشكل اللهم بارك تحفة ما شاء الله، ما شاء الله. فشكله حلو أوي، أوي، بيغيّر كده وبيجدد كمان من النفسية. لو أنتِ بقى الرخام عندِك شكله مش حلو بقى وعايزة تجددي أو تغيّري، تقدري تجيبي بقى sticker زي كده وتعمليه. أنا عملت منه كمان يا بنات عند الحوض، على السيراميك اللي عند الحوض، برضه شكله حلو جدًا ما شاء الله، ومدّي إضاءة وشكل حلو جدًا، جدًا. تمام كده، فتقدري إن أنتِ تجددي تغيّري بأبسط التكاليف وأبسط الإمكانيات. يعني أنا جِبت رول كده 8 متر قصدي 5 متر ب80 جنيه. بُصّي يعني 80 جنيه قدرت إن أنا غيّرت فيهم يعني نفسيتي وجددت فيهم في المطبخ وعملت فيهم حاجات شكلها حلو جدًا ما شاء الله. طبعًا الجنب اللي عند المطبخ قصدي اللي عند الحوض، اللي هو ال اللي هو السيراميك اللي عند الحوض، أنا ده كنت عاملاه طبعًا تجديد كده قبل رمضان، في دخول رمضان. فحبيت إن أنا أعمل بقى الرخامة كمان هنا، فيبقى كده ماتشي، ماتشي مع بعض، شكلهم إيه، حلو كده ولايقين مع بعض. خلاص، فالشكل ما شاء الله كان جميل جدًا. المهم هنا ده المقطع ده يا بنات أنا مصوراه لكم يعني بعد العيد. خلاص، فده كده كان مقطع كده وإحنا بنفطر الصبح. أنا شِلت اللي هي كلمة رمضان كريم وحطيت مكانها الفرع بتاع الإضاءة ده، اللي هو الفوانيس ده شكله حلو جدًا، جدًا. أنا باحبه بصراحة وباحب أحطه كده. فسِبته كده زي ما قُلت لكم أنا سِبته كده بعد رمضان، يعني باحب أسيبه بصراحة لحد كده إيه تنضيفات العيد الكبير. يعني باحس إن هو بيدّيني بهجة كده وبيدّيني إيه روحانيات كده من روحانيات رمضان برضه. فالمهم سِبته. وبعد كده هنا بقى قُلنا نعمل فطار. فكان في طعمية وكان في بيض مسلوق وكان في جبنة كده على قشطة كده، تمام. فعملت كده ساندوتش جبنة على قشطة وساندوتشين طعمية وساندوتش اللي هو الجبنة على القشطة والبيض. خلاص، فده رغيف أنا قطعته كده 4/4 وحطيت فيه كل ربع كده إيه حاجة يعني. خلاص، وقُلت أعمل جنبه إيه ده إيه بقى، أعمل جنبه طبعًا كوباية قهوة باللبن كده عشان تفوّقني على الصبح كده وأبدأ إن أنا إيه، أشوف مصالح بيتي. طبعًا إحنا بدأنا صيام، وبدأنا صيام ال6 أيام، وأنا الحمد لله أمّا لك الحمد صُمت 4 أيام وفاضل لي يومين. ف فطرت كده وقُلت اليومين دول ممكن آخُدهم إيه، اتنين وخميس وخلاص. يعني ممكن آخُدهم في الأسبوع كده اتنين وخميس. خلاص، كده، كده لسه الشهر معانا طويل، فنقدر إن إحنا إيه، يعني لو خدتهم اتنين وخميس يعني هاخدهم على طول إن شاء الله ونخلّصهم على طول. فلو أنتِ بقى لسه ما اتشجّعتيش كده وما صُمتيش ال6 أيام اتشجّعي وصوميهم، لإن يا بنات أجرهم كبير جدًا، جدًا. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، صلّوا عليه يا بنات صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إن من صام شهر رمضان كامل وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. يعني إيه؟ يعني اللي يصوم شهر رمضان كامل ويرجع يصوم 6 أيام من شهر شوال يبقى كده كأنه صام سنة كاملة، يعني هياخد أجر صيام سنة كاملة. شوفي بقى لما تبقي خدتي صيام كده أجر سنة كاملة أنتِ صُمتيها بقى إيمانًا واحتسابًا كده وقمتِ فيها بقى وكده، فأجرهم طبعًا كبير وعظيم جدًا، جدًا. فمين بقى يطول يا بنات؟ يعني 6 أيام يعني حاجة صغننة جدًا ولكن هتخلّيكِ إن أنتِ صُمتِ سنة كاملة.
فتشجعي لو أنتِ لسه ما اتشجعتيش، لسه الجو حلو يا بنات، الجو مش حَر ولا حاجة، مش هتحسّي بجوع ولا تحسّي بعطش، وكمان إحنا لسه خارجين من شهر رمضان، فإحنا لسه معدتنا ما أخدتش على الأكل ومعدتنا لسه واخدة على نظام شهر رمضان، والصيام يا بنات صحة ومفيد جدًا، جدًا لينا إحنا ولجسمنا كمان. سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعني ما عملش حاجة أبدًا وفرضها على الإنسان غير لمّا كانت فيها يعني منفعة ليه، سبحان الله. الصيام ده ما اتفرضش علينا غير إن ليه منفعة لينا ولجسمنا. إن أنتِ بتطلعي من شهر رمضان ده جسمِك ده حاجة تانية خالص، جسمِك ده ربنا سبحانه وتعالى بينقّيه لِك كده من بقى الأمراض والسموم وكل حاجة فترة الصيام ال30 يوم دول سبحان الله، فبيغيّروا جسمنا تمامًا، فما فيش حاجة أبدًا ربنا فارضها علينا غير وهي ليها منفعة لينا إحنا، فربنا يا رب يصلح حالنا ويهدينا جميعًا، اللهم آمين يا رب العالمين، ويثبّتنا كده على طاعته وحسن عبادته ويعيننا يا رب على طاعته وحسن عبادته. قولوا اللهم آمين يا رب العالمين. المهم بقى هنا من أول هنا بقى بُصّي يعني المقطع اللي فات ده كان بعد العيد، ده بقى كنا لسه يعني في أواخر رمضان يا بنات، يعني كان فاضل كده مثلًا على العيد حوالي إيه 4 أيام، يعني كان فاضل حوالي 4 أيام، فهنا بقى مسكت كده المطبخ بقى شِلت بقى بُصّي والله أنا زعلانة أوي وأنا باتكلم معاكم دلوقتي وزعلانة أوي والله وأنا باسجل الفيديو ده. يالّا الحمد لله ربنا يا رب يعود علينا رمضان سنين وأعوام عديدة كتير جدًا، جدًا، اللهم آمين يا رب العالمين. بجد باكون زعلانة جدًا، جدًا وأنا باشيل الزينة دي بجد والله العظيم يعني بُصّوا مش عايزة أقول لكم، على قد بقى الواحد فرحان كده إن هو يعني هنجدد بقى للعيد ونعمل تجديدات وحاجات بسيطة والعيد جاي، على قد ما الواحد بيبقى زعلان أوي، أوي إني باشيل الزينة دي، والزينة دي سبحان الله بيبقى كلّها بهجة وسعادة وبتبقى جميلة أوي، يعني كلّها حاجات حلوة كده، فربنا يا رب يعود علينا الأيام الجميلة دي تاني يا رب، يا رب عُودها علينا تاني يا رب، اللهم آمين. المهم هنا بقى شِلت بقى المفرش ده، وطبعًا مسحته كده ونضّفته، وبابدأ إن أنا أشيل كل حاجة بنظام، بابدأ إن أنا أطبّقها تاني وأعينها كده بنظام، بحيث إن شاء الله بأمر الله إن عِشنا وكان لنا عُمر إن شاء الله على رمضان الجاي، أطلّع الحاجة تكون معايا نضيفة ومرتّبة، وأنا أطلّعها أبدأ إن أنا أفرشها تاني. خلاص كده هنا بقى بامسح الرخامة كويس جدًا، عشان خاطر عايزة أحط الsticker التاني، قُلت بقى تغيير كده من باب التغيير بقى يعني كمان عايزة أحط sticker كده أبيض فاتح، عايزة أحس يعني بشكل التغيير شوية، لإن طبعًا ده أسود، اللي هو اللون الأسود الجالاكسي ده، فقُلت لأ أغيّره خالص بقى وأعمل إيه، اللي هو الرخام الأبيض التاني ده، حسيت إن شكله هيبقى حلو، هيبقى مفتّح لي كمان الرخامة. أنتم برضه قولوا لي إيه رأيكم يعني لمّا حطيته كده كان شكله كان أحلى والّا لمّا كان الأسود ده كان محطوط؟ أنتم برضه قولوا لي رأيكم إيه. حطيته بقى كده يا بنات زي ما أنتم شايفين، طبعًا الsticker ده زي ما قُلت لِك حلو جدًا، تقدري أنتِ تغيّري بيه حاجات كتير، لو عندِك مكتب مثلًا مخدِّش أو في أي حاجة تقدري أنتِ تحطّي عليه الsticker ده بيدّي شكل حلو جدًا، ترابيزة أي نوع ترابيزة عندِك، أي حاجة موجودة عندِك مخدوشة أو في شكلها مش قد كده، تقدري إن أنتِ تحطّيه بيبقى شكله حلو جدًا، بيدّي منظر حلو أوي، أوي. وفي كمان يا بنات sticker بيبقى أحسن من ده، هو ده حلو عشان ده يا بنات اللي هو الحراري اللي هو بيبقى لونه فضي من تحت كده، بس خفيف شوية وفي sticker بيبقى أحلى من ده كمان، يعني بيبقى متين عن ده شوية كمان وأحلى منه، بس بيبقى أغلى شوية. فأنا قُلت بقى مش مشكلة أنا إكمنّي كده، كده باحب إن أنا دايمًا أحُط sticker فقُلت مش مشكلة عندي بقى رخيص، غالي، مش مشكلة، بس يعني يا ريت يكون حراري زي ده كده ويكون من تحت silver تعرفيه منين إن هو حراري إن من تحت كده بيكون silver يا بنات، خلاص بيبقى اللون silver كده زي ما أنتِ شايفة، فده بيبقى إيه، اللي هو الحراري، فبيبقى كويس. فجيبيه وحُطّيه، بيغيّر معاكِ الشكل، بقى حبيتِ إنِّك تجددي برضه المطبخ بتاعِك كده، يتحط معاكِ برضه على دوّاب المطبخ بتاعِك، فبيدّي برضه شكل حلو جدًا. فأنا حطيته كده وجددت بيه بصراحة، يعني غيّر من نفسيتي وادّاني شكل حلو جدًا، وحاسة إن هو نوّر عندي الرخامة وفتّحها وخلّى شكلها حلو أوي ما شاء الله، وبصراحة عجبني جدًا الشكل في النهاية، وخصوصًا إن هو مش أبيض سادة لأ، في التجزيعات السودا اللي أنتم شايفينها دي، فبجد مدّي شكل حلو أوي، أوي مع الفوم الحجري اللي أنا حاطاه، فما شاء الله شكلهم طلع حلو جدًا مع بعض. أنتم برضه قولوا لي إيه رأيكم كده في الشكل في النهاية، خلاص؟ قولوا لي بقى صحيح يا بنات أنتم عملتوا إيه في العيد، وقضيتوا أجازة العيد إزاي، خرجتوا بقى والّا ما خرجتوش، والّا قضيتوها في البيت زي ما إحنا عملنا كده والّا إيه بالضبط؟ سبحان الله يا بنات العيد جه يعني وما حدش يعتبر ما حدش خرج، الجو كان فظيع، كان قالب سبحان الله كان تاني يوم العيد ده وأول يوم كان الجو فظيع، وكان بقى تراب وكان هوا وكان حاجة غريبة أوي، أوي. وبعدها بقى على طول طبعًا المطرة اللي حصلت دي ووقفت حال الناس
وتاني يوم بقت مطرة برضه سبحان الله وتلج. الجو مطر عندنا تلج يا بنات. قولوا لي مطر عندكم تلج انتوا كمان ولا لا؟ بجد كان المنظر حلو جدا، انا كنت مبسوطة قوي قوي وفرحانة. ما كنتش متخيلة يعني معقول في مطر التلج يا جماعة دلوقتي، انا مش مصدقة. احنا بقالنا سنين سنين ما حصلتش والله سنين. بس الشتا قال لنا ايه انا مش همشي كده بالساهل بقى، لازم ايه اودعكم وداع يليق بيكم كده، فايه اعمل لكم جو حلو كده قبل ما امشي. هو شكله مش عايز يمشي كده ويسيبنا يعني بالراحه، فقال لا اعمل لكم جو حلو كده عشان بقالكم سنين ما خدتوش الجو ده، فاعمل لكم جو حلو قبل ما امشي. المهم بصراحه كانت اجواء جميله وكان جو حلو جدا. بس انا اكتر حاجه بتضايقني فيه بس هو الطين بقى والارض بتبقاش نظيفه، ومبقاش عارفين نروح ولا نيجي ولا نتحرك خالص. فدي كانت المشكله بصراحه او العقبه يعني اللي انا اما بحبهاش بصراحه في المطر بقى والكلام ده. ولكن طبعا المطر بيبقى خير ورزق وحاجات حلوه كتير وبيبقى جميل كده، والجو بتاعه بيبقى حلو قوي. وانا بكون بصوا زي الطفله بالظبط، بحب جدا ان انا اشوف الاجواء دي وابقى واقفه فيها كده، واحب اقف كده واحط ايدي تحت المطر والكلام ده. لا اجواء جميله بجد والله يا بنات. آه، ف قولوا لي برضه انتوا ايه رأيكم كده، وعملتوا ايه بقى في العيد؟ خرجتوا ولا لأ، ولا قعدتم في البيت؟ يعني هو يعتبر العيد الكبير ان شاء الله اللي هيبقى مثلا الجو فيه احسن شوية من العيد اللي هو العيد الفطر، والناس هتبدأ ان هي تخرج فيه، يعني هيبقى في الخروج يبقى احسن شوية من العيد السنة، يعني العيد الفطر بصراحة على حسب الجو، فاهميني؟ ف يلا ربنا يعود علينا الايام الجميلة دي بصوا يعود علينا كل حاجة حلوة يا رب، ويجعل أيامنا كلها أعياد، اللهم آمين يا رب العالمين. هنا برضو كده على التربو ده برضو كنت حاطة الاستيكر الأسود ده هنا، فهبدأ برضو إن أنا أحط بقى جزء من الأبيض برضو ده عشان يبقى كله كده إيه ماتشي ماتشي مع بعض، يبقى الشكل كله حلو كده ولايق مع بعض. أنا جبت معاكم المطبخ بس وأنا باشيل الزينة بتاعته وأنا بافرشه بصراحة، لإني بعد كده بقى أنا دخلت بقى في دور برد بقى، ومش عايزة أقول لكم بقى كنت حاجة كده فظيعة، وما كنتش قادرة خالص وكنت تعبانة جدًا. وكمان بصراحة كنت زعلانة كنت زعلانة جدًا، جدًا بقى، وأنا خلاص بقى يعني باشيل زينة العيد وكده والحاجات دي، فكنت زعلانة، فقُلت بصراحة ما كانش ليّا نِفْس خالص، يعني أنا كنت باشيل الحاجة أصلًا من غير نِفْس، وما كانش ليّا نِفْس كمان إن أنا أصوّر ولا أعمل أي حاجة، فقُلت يا بنتي خلاص مش مشكلة بقى، كفاية أنتِ صوّرتِ معاهم المطبخ وكده في تفاصيل المطبخ، فمش مشكلة بقى خالص، أنا أعمل الباقي كلّه مع نَفْسي، وبعد كده باعمل لكم جولة كده في الشقة كلّها. قولي لي بقى مين اللي ما شافش الجولة لحد دلوقتي يعني، واللي شفتي الجولة قولي لي كده في التعليقات ايه رأيك بقى في منظر الشقة كده بفرش العيد والحاجات الحلوة الجميلة دي. والله يا بنات نقدر ان احنا نغير من نفسيتنا ونفرح نفسنا يعني بأقل القليل، والله مش لازم نكلف نفسنا فلوس وكلام من ده، لا خالص. نقدر إن إحنا بأقل القليل نفرّح نفسنا، ما توقّفيش نفسِك على حاجة، ما تقوليش الفرحة لازم تكون إن أنا أصرف وأكلّف نفسي والكلام ده خالص، خالص والله، تقدري بأبسط حاجة. يعني ممكن ب100 جنيه تشبرقي نفسِك كده تجددي حاجات كتير، يعني بsticker زي ده كده تقدري تجددي بيه مثلًا حاجات في المطبخ، تقدري تجددي فيه ترابيزة سُفرة عندِك شكلها مش حلو أو مكتب أو أي حاجة، تقدري إن أنتِ تجيبي فازتين كده، الفازة مثلًا ب15، 20 جنيه، وتقدري إن أنتِ تحطي فازتين كده عندِك جداد شكلهم حلو برضه، تبقي جددتِ بيهم الشكل عندِك والشكل بقى شكله حلو. يبقى أنتِ كده جددتِ وغيّرتِ من نفسيتِك ب100 جنيه بس، يعني شوفي 100 جنيه بس تكون عملت معاكِ حاجات كتير والله العظيم بجد. فمش شرط أبدًا بالفلوس أو بالتكلفة والحاجات دي لأ خالص، بأقل القليل والله العظيم تقدري أنتِ تفرّحي نفسِك. فبُصّوا بقى أنا رول كده عملت منّه كذا حاجة أهو، فرّحت نفسي والله بأبسط الإمكانيات والحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. كنت مبسوطة جدًا، جدًا وكنت سعيدة كمان. المشكلة عندي هنا إن الsticker ده ما كفّاش معايا بصراحة، كنت عايزة أعمل كمان الباب بتاع ال البوتاجاز، بس بصراحة ما كفّاش معايا، لإن أنا كنت واخدة منّه جزء قبل كده كنت حاطاه لباب البوتاجاز، فكان شكله حلو أوي بصراحة وكان عاجبني، فكنت حابة إن أنا أعمل باب البوتاجاز كمان عشان يبقى إيه ماشي كمان مع الحيطة أو السيراميك بتاع الحوض، يبقوا ماشيين كده مع بعض، كان شكلهم حلو يعني. فقُلت يالّا إيه مش مشكلة إن شاء الله أبقى أجيب لي رول كمان وإيه وأضبّط بيه كده شوية حاجات برضه. كده هو موجود في كل مكان يا بنات. بالنسبة للبنات اللي سألوني على الستيكر ده بيتباع فين، بصوا يا بنات بيتباع عند أي حد بتاع أدوات منزلية، أو اللي هي الورقيات زي الأكياس، ما تشتري مثلا أكياس تلاجة، تشتري مثلا مناديل، الحاجات دي بيبقى عندهم برضو الاستيكرات دي.
أو الناس اللي هم بتوع الأدوات المنزلية زي ما قُلت لكم، اللي بيبيعوا بقى فازات، زهور، أي حاجة للمنزل يعني، بيكونوا برضه عندهم الحاجات دي. فموجودين في كل مكان على فكرة، تقدري أنتِ تجيبيه من أي مكان يعني. وزي ما قُلت لِك هي الأسعار بتاعتهم بتتراوح، يعني مش واحدة، لإن الحاجات دي فيها خامات. يعني في خامات بتبقى كويسة، في خامات لأ بتبقى قليلة جدًا، في خامة بتبقى رديئة بصراحة تيجي مجرد ما تشيليها أصلًا من الورقة بتاعتها تلاقيها بتتقطّع كده تتفرتك معاكِ، ولمّا بتحطيها وتيجي تشيليها ما بتتشالش معاكِ قطعة واحدة، بتبقى على حسب فاهمينّي؟ فأنا كنت جِبت ده وجِبت ده بصراحة وجرّبت كلّه، أحسن حاجة أنا حبيتها وطلعت معايا كويسة اللي هي دي الحراري، اللي هي زي ما قُلت لِك الضهر بتاعها silver تعرفيها بكده، فما شاء الله كان ده يعني يعتبر كويس. تقدري أنتِ تجيبيه برضه تغيّري بيه حاجات كتير زي ما قُلت لِك، هيغيّر جدًا في نفسيتِك وحلو جدًا، جدًا، وبيدّي منظر وشكل حلو جدًا زي ما أنتِ شايفة كده ما شاء الله فتّح معايا الرخامة وخلّى شكلها حلوة جدًا. أنا سِبت كلمة رمضان كريم دي قُلت لحد بس رمضان ما يخلص وبعد كده هابقى أشيلها، فأنا شِلتها كده قبل العيد بحوالي يومين، يعني قبل ما أمسح وأفرش المسحة الأخيرة. ف شِلتها بقى ورُحت حاطة الفرع اللي هو الفوانيس اللي أنا حاطاه معاكم دلوقتي. بصراحة يعني أنا باحب الفرع ده جدًا، 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 إضاءته كده صفرا كده وجميلة، بيبقى إضاءته كده هادية وحلوة أوي، أوي. فأنا شِلت كلمة رمضان كريم لإن ولادي كل شوية: "يا ماما شيليها يا ماما إحنا بنزعل يا ماما، يا ماما شيليها إحنا بنزعل." ده أنا حاطة كمان دي يا بنات والله وحاطة فرع في الأنتريه والبنات عندي كمان كانوا كل شوية: "يا ماما شيليهم، يا ماما شيليهم، يا ماما كل ما بنشوفهم كده بنزعل يا ماما بنفتكر رمضان." أنا حابة إن أنا أسيبهم، أنا حابة إن أنا أفتكر كده أيام رمضان الجميلة بيهم، كل ما آجي أحط الفيشة كده وأشغّل الإضاءة اللي هنا تشتغل معايا كده، فبتدّي شكل حلو أوي معايا، أنا باحبها بصراحة في المطبخ، يعني باحس إنها بتدّيني كده جو جميل كده وجو هادي بصراحة، فأنا بصراحة حاباها، فعشان كده أنا مش عايزة أشيلها دلوقتي، أنا قُلت مش هاشيلها دلوقتي غير في تنضيفات مثلًا العيد الكبير إن شاء الله بأمر الله أكون شبعت منها شوية، وبعد كده أبدأ إن أنا أشيلها. المهم الطقم الدوّار ده أنا حطيته يا بنات على التربو وحبيت يعني أعمل شوية تغييرات كده أو تجديدات بسيطة، يعني شِلت دي من هنا حطيتها هنا، شِلت دي من مكانها حطيتها مكان حاجة تانية كده فاهمينّي؟ فالحاجات دي بتعمل معاكِ تحسّي بالتغيير، أنتِ أدام عينِك الحاجة اتغيّرت وحسيتِ إن عينِك مش واخدة على الحاجة فاهمينّي؟ بتحسّي بالتغيير، عكس ما تبقى عينيكِ خدت على مكان الحاجة، إنّما لمّا تشيليها من المكان ده تحطيها في مكان تاني، مجرّد ما عينيكِ خدت على إنها الحاجة دي مش في مكانها في مكان تاني، فأنتِ حسيتِ بالتغيير خلاص. فحامل المناديل بقى حطيته هناك كده جنب العجان، وزي ما أنتم شايفين كده منظر الرخامة ما شاء الله اللهم بارك شكلها حلو جدًا، أنتم قولوا لي برضه يا بنات في التعليقات كده إيه رأيكم؟ شكلها حلو أوي. هنا بقى كمان شِلت المفرش ده من هنا، وهنا كنت مولعة بقى الأكل باعمل أكل هنا يا بنات، كنت باعمل الفطار يعني، وهنا بقى مسحت المفرش ده برضه وطبّقته كده وعينته، وبعد كده عندي كده شوية مواعين في الحوض، هابدأ إن أنا أغسلهم دلوقتي وأخلّصهم، وكده يبقى اللي فاضل معايا البوتاجاز، فاضل معايا بس البوتاجاز، قُلت بالليل كده بعد الفطار خلاص بقى يبقى خلّصت كل حاجة وما وراياش حاجة، أمسك بقى البوتاجاز أغسله كده غسلة كويسة محترمة، وأبدأ إن أنا جِبت له فرش بقى للبوتاجاز كده بصراحة بيحافظ لي عليه وبيخلّي شكله حلو جدًا، بيفضل نضيف معايا، وبيقعد معايا فترة طويلة كده يعني نضيف وباحافظ عليه بصراحة. قُلت كده أمسكه بقى أغسله غسلة نضيفة بعد ما أخلّص خالص، وأحط له الفرش بتاعه، وجبت كمان اللي هو الsticker كده برضه لضهر البوتاجاز بقى، حطيته برضه لونه فضي كده يا بنات ده برضه حراري برضه حلو جدًا، جدًا بصراحة، ادّى برضه منظر البوتاجاز كده حلو، وادّى له يعني فتّحه معايا وخلّى شكله كده حلو. هتشوفوا معايا هنا كمان جيت برضه على الأرفف دي شِلت من عليها برضه الفرش كده بتاع رمضان، ومسحته برضه ونضّفته وطبّقته كده برضه وعينته، ورجعت بقى حطيت المفرش الصغنن القمر ده الجميل ده بُصّوا شكله حلو جدًا، بصراحة باحب أحطهم جدًا بيدّوا منظر حلو أوي كده على الأرفف عندي بصراحة. وحطيت بقى كمان هنا البراد الصغنن القمر ده كده مع الفازة، وهنا حطيت العلبتين دول، أنا حاطة في واحدة القهوة كيس القهوة، والتانية يعني سايباها قُلت لو في أي مثلًا فِتَل ينسون أو حاجة أبقى أحطها في قلبها. هنا برضه شِلت كل حاجة ومسحتها، كل حاجة بامسحها وبانضّفها قبل ما بارجع إن أنا أرصّها تاني. وفرع الفوانيس ده أنا عينته بقى من هنا، قُلت لكم هاحطه اليمة التانية إن شاء الله بأمر الله.
هنا بقى مسحت بقى كل حاجة كده، بقيت أبُخ بالبخاخ كده معايا مَيّة، في قلبه مَيّة وشوية كده من سائل الأطباق وشوية كده خل. بينضّف بصراحة وبيعقّم معايا كويس جدًا. بدأت إن أنا أمسح وأنضّف، وحطيت المفرش الصغنن ده زي ما قُلت لكم، وبدأت إن أنا أمسح كل حاجة وأبدأ إن أنا إيه، أرصّها تاني من أول وجديد. خلاص؟ فكل حاجة كده مشيت عليها وخليتها زي الفل. طبعًا إحنا عاملين تنضيفات عميقة أصلًا قبل رمضان، فالدنيا معانا يعتبر نضيفة ومش محتاجين إن إحنا نعمل تنظيفات عميقة أوي بصراحة، لإن الدنيا معانا يعتبر رايقة برضه إيه ونضيفة. فدي بصراحة ميزة التنظيفات العميقة اللي إحنا بنعملها إيه، بنعملها قبل رمضان، بتفرق معانا جدًا، جدًا. هنا بقى خلاص وكان عندي بقى المفرش ده، دي كانت ستارة عندي قديمة كنت قاصاها جزئين، أخدت منها جزء كنت باحطه على السفرة، شكلها تحفة وكأني فعلًا مفرش أنا جايباه للسفرة، ما حدش أبدًا يقول إن هي ستارة بصراحة. والجزء التاني أنا جبته وحطيته هنا كده على الغسالة، بحيث إن هو بس يفتح لي الغسالة، لإن الcover بتاع الغسالة لونه أسود، فيفتح لي بس الغسالة كده ويديها منظر حلو. حطيته بقى كده يبقى برضه من باب إيه، من باب التغيير، لإن أنا بصراحة كان نفسي أجيب cover جديد للغسالة بس ما جبتش، فقُلت مش مشكلة أمشّي حالي بالحاجة اللي موجودة عندي، وبعد كده إن شاء الله ممكن على العيد الكبير كده أبقى إيه، أجيب لها cover برضه جديد إن شاء الله، وأحطه عليها كده يبقى شكله حلو، يبقى أحطه بس إيه للمناسبات، يعني أعينه للمناسبات، أعياد كده، فيبقى شكله حلو. هنا بقى كنت عاملة بقى فطار إيه، هنا بقى كنا صايمين خلاص، آمم هنا برضه يا بنات كنت صايمة اللي هو ال6 أيام، في نفس اليوم اللي أنا كنت عاملة فيه الفطار ده، فاهمين؟ يعني أنا كنت عاملة مثلًا الفطار، بعدها بقى كنا صايمين ال6 أيام، خلاص فعملنا بقى الفطار ده. ده فطار بقى كده جميل بقى تقدري أنتِ تعمليه بقى في رمضان أو غدا، برضه ممكن يبقى غدا معاكِ حلو جدًا، جدًا. عملت جلاش كده بالفراخ، وعملت مكرونة، وعملت شاورما للبنات، وده كان يومي، يا رب يكون عجبكم، مع السلامة.